بسم الله الرحمن الرحيم. معنا السي المجدوب بحار متقاعد غيتكلمنا على المشاكل اللي كيعيشها قطاع الصيد البحري بمنطقة الساحل عمالة ندق ندق. السي المجدوب اهلا بك. احكي لنا على ما هي المشاكل اللي كتعترضكم كبحار. اعوذ بالله من قلت انا خدمت رئيس البحر 40 سنه 40 سنه وانا خدام في البحر، وهذا العام يعني تقاعدنا هذه واحد العام واسسنا واحد جمعيه البحر المتقاعدين. كنطلبوا الحقوق، كنطلبوا شي مضيعين، خلاونا 800 درهم للواحد، ما كتكفينا لا المعيشه ولا الضوء ولا الماء ولا حنا مضيعين. حنا عندنا جمعيه البحاره شاركين فيها الشمال كامله من الحوسي مواجهه الى حتى كاستيخو، شاركين فيها اكثر من 100 واحد منخرطين فيها. وكتبنا الحكومه وكتبنا الوزاره الصيد وكتبنا يعني كذا، وجلسنا مع السيد العميد 3 مرات، وكثار جلسنا مع السيد يعني البرلماني السيد التهامي، وشكينا له بضرار، عملنا مع اجتماع، وجلسنا مع السليماني حتى هو برلماني، عطيناهم رسائل يبلغوا يضربوا علينا، ما كاين والو، مازال الان ما كاين والو. والمرصد اللي نكون يعني السيد العميد لقى سيدي انتم كنتوا كتبيعوا الحوت على برا، قلنا له حنا ما عندناش شي قوه. المرصد فيها سلطه، فيها البوليس، فيها جدرمه، فيها ديوانه، فيها يعني لوفيس، فيها ضمان اجتماعي، يعني هادشي كلشي حضر، والحوت كيخرج ما كاينش. هو حتى المندوب الصيد ضربوه تما، كيف يمكن انا نقدر نهضر ولا بحري؟ يعني ما كاينش شي واحد عنده قوه باش يقدر يهضر مع المراكب، لان المراكب يعني ناس عندهم فلوس محميين مع السلطه. انا طردوني من البحر على حسب هدرت. انا جيت خدمت في 40 باركو اللي خدمت فيها رئيس، لا مشى لوطيس ولا مسترديني، وما كاينش اللي يعني اللي كنهضر معاه كيجي عليا باركو. فخر ساعه طردوني منعا كليا، ما نخدمش في البحر، عملوا لي الاضراب، ممنوع نخدم البحر. واسسنا هذه الجمعيه باش نضربوا علينا، يعني خرطنا في 100 واحد فينا. وفخر ساعه جلسنا مع الضمان الاجتماعي، مع المدير الضمان الاجتماعي، مع المدير الصحه الاقليمي، وكلهم يعني سمعوا لنا وصيفطنا رسائل للحكومه وللوزاره، وما كاين والو. باقي الان ما كاين والو، يعني اللي كنهضروا معاه كيقول باش نديروا وما كاين والو. حاليا كنشوفوا استنزاف ديال الثروه السمكيه بميناء المضيق، بحيث يقومون كل يوم بادخال اطنان من سمك الشريول. شنو هو التعقيب ديالكم كبحار؟ التعقيب دابا هادشي هذه من زمان، يعني في الاول كانوا النصارى مستعمرين عندهم الرخص كيخدموا هنا، حرقوا لنا البحر ديالنا. من مورا عاود جينا حنا عاود كنا غالطين، يعني كان البارود كيضربوه كيحرقوه. من مورا داك الشيء يعني تقاضى داك الشيء، دابا يعني عاود كيحرقوه بالشبك. ها هو الشنكيط مرتين كيهلكوه يوميا بالبراميل، يعني كيخرجوا الاطنان، يعني المئات د الكيلوات كيخرجوا يوميا. هاو في الثانيه ضرب، هاو في تطوان، هاو كيهبطوا الكاستيخ وكيدخلوا حتى لسبته، هاو في مرتين. يعني هو مسؤول على ما وكلات الدق والرينكور، وما كاينش اللي خذوا، عطاوه حتى الدق الى الان. وهادشي كلشي عارفين به، المخزن كامل عارف بهادشي كلشي. وجاو البراكوت الحسيمه ومن طنجه ومن كل موطا كيصيدوا هنا وكيدخلوا الالوفات الصناديق يوميا. اذا هادشي واقع، ماشي غير شوف غاز. واحد الوقت البوربو عطانا الله واحد الخير هنايا، البوربو يعني المراسي كلشي معمرين من الحسيمه الى حتى الرتبته، البلايص كلشي معمر بالبوربو. والبوربو عطاهم 40 كيلو للباطيرات، وعطاهم 400 كيلو للباريخات، وقضاو عليه في سيمانه. اخر كيجيب الطون 2 طون، ما كاينش مراقبه، وكيبيعوه ب 1000 فرانك وهلكوا الدنيا. شكون كينتج من هادشي؟ معامل الناس اللي كيصدروا الناس كذا، والبحر كيضيع، يعني كلشي كيضيع. كما وقع لنا حنا بقينا مسيبين، حتى هاد الناس اللي خدامين دابا غيبقاو مسيبين، يعني اولادنا غيبقاو ما يجبروا ما ياكلوا. الصراحه هي هذه.
حتى البراكو الصيد الاسبانيين الان كاين واحد الباركو كيدخل كاستيوخو ولا حتى الراسين كيوصل بلا رخصه كيعبي الشبك د عباد الله اسمه ميخوسيلين، يعني معروف على صعيد الوطني، عنده 3 تشفيرات في المغرب، 2 في الرينكون وحده في الحسيمه، بقى شهر في الحسيمه مشبار وبقى شهرين في الرينكون مشبار والدعوه ديالو في الرباط، ومازال الان كيصيد هنا كيسرق لنا هنا في الكذا كيعبينا العمل من كاستيوخو ومراسين كاع كيدخل يعني يسرق، وعلى عادي على عينك يا بعدي ما كاينش اللي يقول، وكتبنا به ارزانا في الشبك ورزانا في كل شيء، وحنا مضيعين حنا يعني هادشي كل شيء يعني السايبه ما كاينش اللي راقب هادشي، ما كاينش اللي يهضر على شي، ما عرفناش شنو ما نعملوا حنا، لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. دابا انا البراكوز يعني في الرينكون يعني اخر كيجيب 500 600 700 صندوق للشري والباقي مخلق، هذه عام وما كيجيبوا هادشي ماشي واحد النهار ولا يومين. واش هادشي كيغير في المرصد ديال الرينكون ولا في جميع المرافق المغربيه؟ لا انا هادشي انا هادشي اللي كيعمر غير هنا في البحر المتوسط، ما كاينش في العرايش ولا في طنجه ولا حتى البراكوز اللي كيجيو هنا يخدموا، هادشي كيظهر غير هنا البحر المتوسط هو اللي كيعيش فيه الحوت، فيه كيخلق فيه كيتربى عاد كيمشي للبحور اخرين، لان هادشي كيعيش عندنا غير البحر المتوسط، فهمتي؟ هادشي ما تجي غير تجيبها من الحسيمه وتجيب حق هنايا يعني للراس تبتا، وهادشي منكر، هذا منكر، ما كاين لا كار ولا منكر. حنا عيدنا نكتبوا باش حنا كذا، حنا بقينا مترشين دابا، حنا كيما ترشين حنا غيترشوا حتى ولادنا وغيترشوا كلشي. والله البارح في كاتالان يعني برامل في كاتالان برامل تشانكيطي يعني مسيبين غير في الشارع على فرنكا، وشكون كياكلوا بحال الشعب اللي كياكلوا بحال اللي كيشري. السلطات المسؤوله ما كتحركش ساكنان وما كتقدرش، ما كاينش السايبه صافي، السايبه عندنا ولا هضرتي يعلقوا عليك ويحطوا عليك ومصيبه صافي، وحنا فينا الغيره على بلادنا يعني، وكيظهروا لك غير المزيانات. جا السيد البعناني صار المراصد الرينكون، صار المراصد المغرب كاملين مع من كيهضر يعني غير مع مونيشي ولا الرؤساء اللي عندهم براكوس، ما كيهضرش مع البحار بحالي انا باش نحكي له السرود في البلاد ونحكي له القصص باش شنو واقع. هو كيمشي لعند مول الباركو اللي عنده 4 5 براكوس، كيتغدى معاه كيقول له احنا المازوت غالي وحنا الضرائب وحنا كذا وحنا كذا وصافي، وكيمشي بحال البعناني حتى هو كيقول لك هو علامه وكيفهم في البحر. خصو يجي يسول لي اللي يعني 50 سنه في البحر كان كافح وانا باقي مسيب. واش الدوله خلاتي 800 درهم و800 درهم 40 سنه هذا الرياضه؟ تقاعد 800 درهم 800 درهم وزادوا لنا 20 فرنك يحيدوا لنا من التغطيه الصحيه. شحال اشتغلتي في القطاع؟ انا من 58 وانا خدام بحر الى الان، حتى تقاعدت هذه عام باش تقاعدت ولا عامين باش تقاعدت. احنا مسيبين 800 درهم، واش 800 درهم راح نعيش بها انا؟ دا كيديها ما نديش وكنبقى بالجوع، ما عندي باش نقري ولادي، ما عندي باش احنا مصيبه صافي. والله المصيبه عندنا منكر، وهذا المنكر كتبنا الحكومه وكتبنا السيد البحري وكتبنا الوزاره، وعينا جلسنا مع البرلمانيين، جلسنا مع الحكومه، جلسنا مع السلطه، جلسنا مع رئيس البلديه مارتين، جلسنا مع رئيس البلديه الرينكون، جلسنا كاملين كيعملوا معنا كلمه مزيان وكيتكلموا معنا مزيان، وحنا نعاونكم حنا كذا، واخر ساعه ما كاين والو يعني، ما لان هادشي ما جي من فوق. وزير الصيد يعني كتبنا له اعوذ بالله من قال بوحدي، كتب 9 رسائل لوزير الصيد. سليماني البرلماني النائب البرلماني يعني العداله اللي في كاستيوخو، انا بيدي كتبته عطيت له في يده 11 رسائل اللي بلغوا من الحكومه. السيد التهامي جلس معنا مباشره وقسمنا بالله العظيم حتى نوصلها شي حتى للسي بن كيران، ومازال ما كاين والو. حنا ضيعنا في حقوقنا ومسيبين صافي. حنا تسيبنا وحامدين الله صافي، ما نقول لا حول ولا قوه الا. كندعوا هاد الناس لله، كندعوا هاد الناس المسؤولين لله. الحوت كيخرج من الرينكون على يد السلطه، لان الدخله المرصى فيها الجزرمه، فيها البوليس، فيها يعني فيها الامارين، فيها كلشي، والحوت كيخرج يعني الكاميون كيعمر وكيخرج بالباب وتما يعني العود كيروحوا للعود وكدوز. المرصى فيها يعني العساس دلوذي، فيها يعني جوج الموظفين الضمان الاجتماعي كيباتوا تما كيعيشوا حتى هما يعني موافقين على السرقه الحوت، وكيتهمونا حنا كنسرقوا حنا بيعنا الحوت. انا ما نقدرش نهضر، انا طردوني في عام 2003 طردوني من البحر، ما كملتش حتى الخدمه ديالي، حتى قعدوني غير بالخدمه اللي عندي تقاعدت. 2003 طردوني من الرينكون، ممنوع نخدم في البحر، ممنوع. يعني علاش كنهضر؟